الفيديو ده هيكون فيه معلومات قيمة جدا، فركز معايا علشان بنسبة كبيرة جدا انت عمرك ما سمعت الكلام ده. عايز اقولك على حاجة اغلب الناس مش عارفاها. في نوع من الذكاء اهم من الذكاء العقلي، اسمه الذكاء اللي بيخليك تعرف تتحكم في نفسك مش في الناس. هل عمرك سمعت عن حاجة اسمها الذكاء العاطفي؟ ده مش الذكاء اللي بيخليك تحل مسائل ولا اللي بيخليك شاطر في الحساب مثلا. الذكاء العاطفي هو اللي بيخليك تفهم نفسك وتسيطر عليها. تخيل ان 80% من النجاح في الحياة مش بيعتمد على قدراتك العقلية، لكن على قدرتك انك تفهم مشاعرك وتتعامل معاها. الذكي عاطفيا هو اللي بيعرف امتى يتكلم امتى يسكت، يعرف يهدي نفسه وقت الغضب ويكمل طريقه في وقت الفشل من غير ما يكسروا الاحباط. وناس كتير عباقرة بس فشلوا لانهم معرفوش يتحكموا في نفسهم، وناس تانية بسيطة جدا في الامكانيات بس وصلوا لبعيد جدا لان كان عندهم ذكاء عاطفي عالي. القوة الحقيقية مش في انك تكون الاذكى ولكن انك تكون الاهدى والاوعى، لان اللي بيعرف يدير مشاعره يقدر يدير اي حاجة في حياته. المفهوم ده حقيقي بنسبة 100% ومبني على علم النفس الحديث. اتعرف عليه رسميا سنة 1990 لما العالمين بيتر سالوفي وجون ماير نشروا أول بحث عنه، وبعدها بشهرين دانيال جولمان كتب كتابه الشهير سنة 1995 Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ. المعنى ببساطة، الذكاء العاطفي هو قدرتك على فهم مشاعرك ومشاعر الناس اللي حواليك، وعلى استخدام الفهم ده في انك تتصرف بذكاء في المواقف اليومية. بمعنى تاني، مش المهم تكون اذكى واحد في القعدة مثلا، المهم تكون اهدى واحد واركز واكثر وعيا. العلماء بيقسموه لخمس عناصر اساسية. اول حاجة الوعي الذاتي اللي هو السيلف اويرنس، انك تكون فاهم نفسك، تعرف ايه اللي يضايقك وايه اللي بيحفزك وهكذا. بعد كده التحكم الذاتي سيلف ريجوليشن، انك تقدر تمسك نفسك وقت الغضب وتتحكم في ردود فعلك بدل ما تندم بعدين. بعد كده التحفيز الذاتي سيلف موتيفيشن، انك تتحرك من جواك مش كلام الناس هو اللي بيمشيك، وتتكلم وتكمل رغم الصعوبات. رابع حاجه الامباثي، انك تحس بالناس وتفهمهم بعمق، مش تتكلم معاهم وترد عليهم بكلمات وخلاص. بعد كده السوشيال سكيلز او المهارات الاجتماعيه، وانك تعرف تتكلم وتتعامل وتبني علاقات ناجحه مع اي شخص. الدراسات بتقول والابحاث في جامعه هارفارد ان حوالي 80% من اسباب النجاح اللي في الحياه مرتبطه بالذكاء العاطفي مش الذكاء العقلي. شركات كبيره زي جوجل بتدرب التوب مانجمنتس بتاعتها على ايموشنال انتليجنس، بتعمل لهم ايموشنال انتليجنس تريننج. الناس اللي عندها ايموشنال انتليجنس او ذكاء عاطفي عالي بتكون اكتر استقرارا وانتاجا وقياده. يعني باختصار الذكاء العاطفي فعلا هو واحد من اهم المفاتيح في الحياه، وهو اللي بيخلي شخص عادي يتفوق على عبقري عصبي او متوتر او وهكذا. وده بالظبط الحاجات اللي احنا بنعملها عندنا. لما تكون جزء مننا وجزء من مجتمعنا هتتعلم حاجات كتير جدا، هتتعلم الحاجات اللي تغير تفكيرك وسلوكك فعلا من خلال الكامبات والتدريبات وورش العمل والتدريبات اللي بنقدمها وبننظمها. هتكتشف جوانب جديدة في شخصيتك وهتبدأ تشوف التغيير الحقيقي في كل تفاصيل حياتك. لو حابب تكون جزء من الرحلة دي ابعت لي اسمك ورقمك وفريقنا هيتواصل معاك، واحجز مكانك في LSE بوت كامب. اعرف ان التغيير الحقيقي بيبدأ من جواك. اشكركم لحسن استماعكم واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.